زي ما انتم متعودين من الرملاوي على المصداقية والجودة، دلوقتي معانا الأونرز المصنع سافلون بتركيا، الأستاذ أحمد والأستاذ علي، هيعرفونا إزاي قدروا يوصلوا بمنتجهم للأسواق العالمية والمصرية. دلوقتي أستاذ أحمد، عايزين نعرف من حضرتك نبذة عن براند زافتن جروب اللي بيصنع براند سافلون وسافينوكس في مصر. في البداية طبعا نشكر شركة الرملاوي في استضافتنا لهذا اللقاء الجميل، ولنا الفخر طبعا انه نشوف بضاعتنا عم تباع بشكل كبير في الجمهورية العربية المصرية. طبعا شركة صفلون تابعة أو مربوطة بمجموعة صف، وهاي المجموعة لها جذور تمتد إلى 1950، حيث بدأنا في طبعا أجدادنا اللي بلشوا في هذا المجال. كان أيام زمان إذا بتتذكروا يصنعوا الأواني النحاسية. أيوة. طبعا المواد النحاسية اللي طبعا لفقر المواد الأولية في الإنتاج، فكان النحاس متوفر في هذيك الأيام، يعني كان أشهر حاجة ساعتها، كان عشان ما كانش في بديل تاني. بعديها بفترة في 1980 دخل على الساحة اللي هي الأواني الألومنيوم، وبعديها في 1990 دخل الستينلس ستيل تمام. وفي 2000 دخل الألومنيوم اللي هو مطلب التيفال. طبعا هاي خبرات كبيرة مش قليلة، يعني تعتمد على احتياج الناس لهاي الأدوات المنزلية.